في البداية عايزة أقدم احترامي وشكري وتقديري للمدرسة المصرية اللي قامت بدورها على أكمل وجه، واللي راعت ضميرها وشرف مهنتها وما قبلتش إنها تسيب اللجنة رغم إنها اتهانت واتبهدلت ولحقت بيها مسبات ما ينفعش تطلع من أهالي ومن أولياء أمور. اللي بيستغربوا إزاي بقينا في مجتمع بيقلب الحق باطل والباطل حق. ايه اللي انتوا كأولياء امور بتعلموه لاولادكم النهارده؟ انه عادي ان هو يغش، وعادي ان هو ينجح بالتضليل، ينجح بالخداع. طب انتوا نجحتوه السنه دي واللي جاي سيبت، السنه الجايه هينجح ازاي؟ السنه اللي بعدها هينجح ازاي؟ هيتخرج ازاي؟ ولو اشتغل هينجح كمان بالواسطه ولا هتجيبوا حد يشتغل مكانه؟ ليه ما مش بتعلموا اولادكم المسؤوليه؟ ان يبقى في مسؤوليه اتجاهكم، ان هم يذاكروا ويعملوا اللي عليهم على اكمل وجه وترضوا بالنتيجه ايا كانت ايه. علمي ابنك ان ده مجهوده، كل طالب وليه امكانيات وليه قدرات تختلف عن التاني. مش مهم ينجح لك بتفوق، لكن المهم انه ينجح بمجهوده، يبقى ده تعبه وانت مقدره نتيجه تعبه وانت تتعبي معاه طول السنه. مش تبقى الموضوع كده بالساهل وما يبقاش فيه تقدير وتعلموهم الاستسهال، عمرهم ما هيطلعوا مسؤولين. احنا كده بنلغي كل القيم والمبادئ اللي تربينا عليها والاخلاق. فما تزعلوش لما تلاقوهم بكره فاشلين وضايعين ومفيش طلاب قادرين ان احنا نعتمد عليهم، ولا في كوادر مهنية فعالة تقدر تشتغل في اماكن تستحقها، لان هم اساسا ما تعلموش، ما هم نجحوا بالغش. ولا انتوا رأيكم ايه؟ فوقوا بقى، علشان حرام ان احنا بنورث لاجيالنا الفشل وبنعلمهم الخداع وبنعلمهم ازاي ينجحوا وخلاص، ومش مهم الطريقة.